هل أخطأ تيرغالين فعلا أم أن الأمر تم تضخيمه؟ اعتذار رسمي يهز الجماهير المغربية ويعيد فتح باب النقاش. مرحبا بكم في فيديو جديد. قدم الدولي المغربي أسامة تيرغالين اعتذارا رسميا للجماهير بعد الجدل الذي أثار تفاعله مع منشور يخص لاعبا من المنتخب السنغالي. ماذا حدث بالضبط؟ تيرغالين أوضح أن الأمر كان مجرد خطأ غير مقصود، حيث قام بالإعجاب بالمنشور دون الانتباه لمحتواه قبل أن يتراجع ويحدث التفاعل. لماذا تحول الموضوع إلى جدل كبير؟ لأن التوقيت كان حساسا، خصوصا بعد تتويج المنتخب المغربي لكرة القدم بلقب كأس إفريقيا، وفي ظل التوتر القائم مع الجانب السنغالي. هل الاعتذار كاف؟ من جهة الاعتذار خطوة إيجابية تعكس تحمل المسؤولية، لكن من جهة أخرى الجماهير أصبحت حساسة جدا لأي تصرف قد يفهم بشكل خاطئ. الجانب الخطير الأخطر في الموضوع ليس الخطأ نفسه، بل حجم الهجوم الذي وصل إلى عائلة اللاعب، وهو أمر يطرح تساؤلات حول حدود النقد في كرة القدم. القضية تؤكد أن اللاعب الدولي اليوم لا يمثل نفسه فقط، بل يمثل بلدا كاملا، وأي تصرف بسيط قد يتحول إلى قضية رأي عام. لكن السؤال الحقيقي، هل كان رد فعل الجماهير مبالغ فيه أم أن حساسية المرحلة تفرض هذا النوع من الضغط؟ نشكركم على حسن المتابعة. هل تعتقدون أن تيرغالين أخطأ فعلا أم أن الأمر لا يستحق كل هذا الجدل؟